ده كده السؤال الأول، الصف الثالث الإعدادي لغة إنجليزية. يعني ما يتسابش فاضي. ممكن السؤال دوت بيكون عقدة أو مشكلة أو صعب جدا بالنسبة لأي طالب أو طالبة في تالتة إعدادي، ولكن السؤال ده ما يتسابش. ما عليك سوى إن أنت بتقرأ، يعني تقرأ السؤال كله على بعضه من أوله لآخره، حتى بالسطر الأولاني اللي هو السطر الأولاني ده بتستخدمه برضه في الإجابات. ماشي، السؤال بيوصلك للإجابة والإجابة بتوصلك للسؤال. وفي كتير قوي من الأحيان بتكون الإجابات نفس الإجابات داخل الأسئلة. الإجابات ممكن بتكون داخل الأسئلة. طيب لو ولد أو بنت مالهمش في الإنجليزي خالص والدنيا بايظة معاكم تماما، ما تسيبش السؤال ده فاضي. خلاص، يعني عك المهم إن أنت ما تسيبوش فاضي من حيث المبدأ، لأن أنت لما بتسيب السؤال فاضي انت بتدي فرصة للي بيصحح ان هو يديك صفر، يعني صفر واحنا مغمضين كده. لكن لما بتعك فيه ما بتاخدش صفر، ممكن بتاخد درجة عادية خالص. ماشي، ربنا ييسر لكم الامور يا رب، اللهم امين يا رب العالمين.